ازيكم، ايه الاخبار؟ بيجي لي اسئله كتيره جدا عن فكره البريسيتس او الفلاتر بتاعت اللايت روم. يا احمد عايزين الفلتر الاسود، يا احمد عايزين الفلتر البني، يا احمد عايزين الفلتر الاخضر. فلاتر فلاتر فلاتر. فانا قررت ان انا هعمل السلسله دي سلسله حلقات الفلاتر بتاعت اللايت روم او اسمها اصلا بريسيتس. ولكن عندي حاجه عايز اقولها لكم، يعني مثل بيقول علمني الصيد وما تدينيش سمكه، تقريبا حاجه زي كده. فالفكره ان انا في الحلقه هعلمك ازاي تعمل البريسيت، مش هديهولك فري كده موجود في الديسكربشن. وده هيساعدك في حاجتين: اول حاجه هتتطور جدا في برنامج اللايت روم، تاني حاجه هتبقى فاهم ازاي تعمل البريسيت، لان البريسيت مش بيبقى افكتيف او كويس على كل الصور اللي في الدنيا. لما بتيجي تطبق البريسيت على الصوره بتاعتك بتحتاج ان انت تعدل على شويه حاجات عشان يتناسب مع ظروف الاضاءه وظروف شكل الصوره. فلو انت مش عارف البريسيت ده اتعمل ازاي او المشكله فين مش هتعرف تحلها. فبالتالي في كل حلقه هنتعلم ازاي نعمل البريسيت ده، وهسيب لك لينك البريسيت في الديسكربشن ولكن بفلوس. من الاخر انا هعمل زي والدتك اللي موجوده في البيت، هتتعلم يعني هتتعلم غصب عنك. ولو مكسل تتفرج على ال5 دقايق بتوع الفيديو خلاص ادفع فلوس بقى واشتري البريسيت. ولكن اتمنى كل الناس تتعلم وتعرف ازاي تشتغل على البريسيت بشكل صح، عشان الموضوع ده هيساعدك جدا جدا وهيخليك احترافي في الايديت. بدون رغي كتير يلا نخش في الفيديو. مبدئيا كده ده شكل الصور اللي احنا ممكن هنوصل لها في الاخر. صوره زي دي، صوره زي دي، صوره زي دي. ده شكل الايديت بتاع البريسيت بتاعنا. والفكره بتاعت البريسيت دي سهله جدا، ان انا بحاول اضلم الدنيا واقلل شويه في الالوان اللي انا مش عايزها في الصوره بتاعتي، واركز على لون معين في الصوره اخليه ظاهر بشكل كويس. خلينا مثلا نشتغل في الاول على الصوره دي. انا هعمل لها ريسيت خالص. ده كان الصوره قبل الشغل. كل اللي انت هتعمله اول حاجه انت تبدا تظبط البيزك ايديت زي الاكسبوجر والكونتراست والكلام ده كله. هنعلي شويه في الاكسبوجر بتاع الصوره وهزود في الكونتراست. ودايما لو عايز تعمل البريسيت ده هتقلل في الهايلايت وهتقلل في الوايت وهتقلل شويه في البلاكس بحيث ان الصوره تضلم بشكل اكبر. ممكن تعلي شويه الشادو، وبكده دي شويه تاتشات في الاول كده للصوره بتاعتك. طبعا النسب دي مختلفه حسب الصوره اللي انت مصورها والاكسبوجر بتاعها. هتزود شويه في الكلاريتي وشويه في الديهيز بحيث الصوره تبقى دم اكتر. كبر الصوره. وبعد كده هقلل في الفايبرنس مثلا لغايه 30، والساتوريشن هقلله على مثلا 60 مثلا او 62. وده كل الشغل اللي هنعمله في القائمه دي. انا بدم الصوره بخليها ضلمه الى حد ما، وبقلل خالص في درجات الالوان. بعد كده هننزل تحت في الكيرف، نقلل شويه هنا في الهايلايت. وبعد كده نخش على HSL والكلر، ودي القائمه المهمه. مبدئيا انت اول حاجه تشتغل عليها هي قائمه الساتوريشن، وهتنزل بالالوان كلها ما عدا الالوان بتاعه السكين تون. فهنزل بالماجنتا، البيربل، بلو، اكوا، جرين. اقلل شويه في اليلو وازود في الاورنج وفي الريد. ده كده بشكل مبدئي، احنا لسه هنعدل عليه بعد كده. بعد كده في اللوميننس هفتح الالوان اللي انا محتاجها اللي هي الريد والاورنج واليلو، والباقي هتسيبه زي ما هو. لو عايز تلعب شويه في الهيو براحتك، ده اختيار ليك يعني. كده الدنيا بدات توضح اكتر. هننزل شويه تحت عند الكاليبريشن، هقلل شويه في الجرين، والبلو هعليه شويه. وبالنسبه للريد حسب بقى، لو في حاجه في الصوره بتاعتك عايز تخليها بوب في الالوان ممكن تزود هنا الريد شويه، ولو يكن عندنا الكاب بتاع الموديل. الدنيا بدأت تظبط دلوقتي. انا ساعات بحط في الكالر جريدنج في ناحيه الشادو، بحب شويه ممكن احط ازرق سنه بسيطه، وفي الهايلايت بحط برضو نفس اللون ازرق سنه بسيطه. طيب كده الصوره بص بفور وافتر ظبطت جدا. طيب انا بقى عايز اخلي التركيز بتاعي على لون معين بحيث يبقى الدنيا كلها دم او بلاك، ولكن في حاجه معينه شداك في الصوره هي دي اللي عينك بتروح عليها، او تركيز اكتر الصوره عليها. وهنا بقى فكره ان انا اعلمك ازاي تعمل البريسيت، لان انت لو مش عارف تعمل الموضوع ده اللي انا هقوله دلوقتي فانت هتعمل بريسيت على اي صوره هتطلع بايظه، هتقول لا البريسيت بايظ. زي ما قلت لكم انا كده يعتبر خلصت البريسيت. انا عايز بس ازود لون معين علشان ده يبقى البوب او التركيز عليه في الصوره. وهنا انا عايز اركز اكتر على الموديل في حاجتين: في اللبس بتاعها والكاب بتاعها. فهروح عند الساتوريشن وادوس على الادجستمنت دي واروح اقول له الكاب ده لونه ايه. طلع لونه ريد اهو، لما بروح عليه بيعمل لي اكتف على الريد.
هدوس عليه واشده اطلعه لفوق كده. فبالنسبه للكاب بقى لونه اوضح، والتيشيرت او الجاكيت بتاعها هو لونه من الاورنج واليلو. فانا هزود شويه اليلو كده، هي كانت ديم خالص، ازوده شويه علشان بس يبقى في حاجه فيها لون. ممكن اغمق شويه الاورنج وافتح شويه في اليلو علشان الموضوع يبقى فيه كونتراست. هقلل شويه الجرين اكتر، والاكوا والبلو هقلل خالص عشان الالوان بتاعه الصوره كلها تبقى دم مش واضحه عندي. يعني كروب شويه للصوره. ده بيفور وافتر، بيفور وافتر، بيفور وافتر. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي انا لازم ابقى عارفها علشان اخلي الصوره بتاعتي احلى، ان انا ممكن اروح عند التون كيرف في البلاك بريسيت، واروح مثلا عند البلو، بما ان الدنيا فيها بحر وفيها سماء، فيعني اللونين دول فيهم لون ازرق كتير، وكمان الاحساس بتاع الصوره ان هي في شتاء. فانا ممكن اخد عند الهايلايت في الكيرف في ناحيه البلو واعليه شويه كده، اداني عارف كاست الازرق ده. ممكن كمان اعلي شويه الاكسبوجر. وده في الاخر شكل الايديت، بيفور وافتر، بيفور وافتر. تعالوا نعمل صوره ثانيه، ولو يكن الصوره دي دي الصوره معمول لها ايديت، دي بيفور وافتر، بيفور وافتر، بيفور وافتر. تعالوا نشتغل عليها الصوره دي، نعمل لها ريسيت، نعمل بس شويه كروب، وهاجي عند البيزك ايديت زي ما انتم عارفين، هقلل شويه الاكسبوجر، هزود كونتراست نفس اللي انا عملته، هقلل هايلايت، هقلل وايت، هزود شويه شادو، هقلل بلاك، كلاريتي، ديهيز، فايبرنس، ساتوريشن. نيجي عند الكيرف، بعد كده نيجي عند الالوان زي ما قلت لكم، اقلل كله اهو، جرين، اكوا، بلو، بيربل، ماجنتا، شويه يلو، هزود كده وهزود كده، نفس اللي انا عملته في كل مره بعمل الصوره اهو. ازود شويه جرين، هروح عن تحت اقلل شويه في الريد. شفتوا الصوره راحت في حته تانية خالص. الموضوع سهل وبسيط، بس الفكره كلها ان انت فاهم تعمل البريسيت، مش هتدوس الزرار على البريسيت وخلاص. طيب عشان اسيف البريسيت هعمل ايه؟ هروح دايس على الصوره اللي فيها الايديت، واروح عند البريسيت بلس كرييت بريسيت، اسميه بلاك بريسيت مثلا 1. بعد كده بدوس كرييت. كده خلاص البريسيت عندي ومتسيف عندي في الصوره بتاعتي. زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط مش صعب، يعني مش حاجه معقده. الفكره بس ان انت تبقى فاهم ازاي البريسيت ده بيتعمل، وبعد كده سيفه عندك وبكل سهوله. بعد كده اي صوره عندك بتدوس عليها وتبدا تعمل البريسيت على الصوره اللي انت مختارها. بس في الاخر يوم ما يحصل لك اي مشكله في النص او انت عايز تعمل حاجه معينه انت عارف ازاي بتعملها. لينك البريسيت ده هتلاقيه في الديسكربشن، هو وبقيه الباك بتاعتي اللي انا عاملها. لو حبيت تشتري اي حاجه منهم هتلاقي اللينك في الديسكربشن. لو عجبتك الحلقه وعايز من ده كتير، يا ريت تكتب لي في الكومنتات عايز البريسيت الجاي اللي نتكلم عليه ايه هو نوعه، او لو حتى مش عارف نوعه ممكن تبعت لي صوره ليه على الانستجرام اكونت اللي موجود برده الاكونت بتاعي في الديسكربشن. بس كده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتك الحلقه لايك الجامد واعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، واشوفكم في فيديوهات تانيه كتير. سلام.